السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب تالتة اعدادي، اهلا بيكم يا دحيحة يا صغيرين مع الكورس التأسيسي في العلوم لمنهج 2027. النهارده ان شاء الله يا شباب هناخد الجزء التأسيسي والاساسي الخاص بجزء الكيمياء اللي موجود في المنهج، وده اللي احنا اصلا محتاجين له الكورس التأسيسي. يعني احنا مش محتاجين للابواب التانية، كل المنهج جديد يا باشمهندس، وفي اجزاء جايه لك من ثالثه ثانوي وثانيه ثانوي كمان، ولكن الجزء المحتوى بتاعنا النهارده الخاص بس بالباب الاولاني اللي هو ليه علاقه بالكيمياء، فلازم نتاسس كويس جدا جدا في الكيمياء علشان نكون مستعدين للباب ده كويس جدا جدا. فعايزك كده يا باشمهندس كوبايه القهوه الجميله بتاعتك كده وقلمك وكشكولك، ويلا بينا نبدا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايزك كده يا باشمهندس ويا دكتوره تركزوا معايا قوي قوي. النهارده ان شاء الله هناخد كل التفاصيل اللي انا هحتاجها باذن الله تعالى في شرح منهج العلوم، وبالذات الجزء الكيميائي بتاع الباب الاولاني. وعايز اقول لك كده يا باشمهندس اللي احنا باذن الله تعالى شارحين المنهج كله باذن الله تعالى على قناه اليوتيوب. كله يا مستر احمد، كل المنهج على قناه اليوتيوب ان شاء الله. ولو انت حابب تكون معانا على المنصه بتاعتنا بمبلغ صغير جدا جدا للترم كله، لا هيكون في امتحانات ومتابعه وكل حاجه، مفيش مشكله، هتيجي تشرفنا وتنورنا ونكون مع بعض شركاء النجاح باذن الله تعالى. هسيب لك الواتساب بتاعي تحت في اول كومنت والديسكربشن، ممكن تبعت لي على الواتساب عشان تعرف التفاصيل. ويلا بينا نبدا، يلا بينا نبدا. هنبدا كده اول حاجه مع بعض يا جماعه. بص، من البدايه خالص، من الاول خالص خالص، انا هعتبرك مش عارف اي حاجه في الكيمياء، فانا هاخدك كده تاتا تاتا ومع بعض واحده واحده ونتاسس مع بعض. صلي بقى على النبي. اول حاجه هنتكلم عنها يا شباب الماده. ايه هي الماده؟ بص يا شباب، علم الكيمياء بيتعامل مع الماده. فايه هي الماده دي يا مستر احمد؟ تعالى نعرف. بص يا باشمهندس، اي حاجه حواليك تسمى ماده. احنا ماده، اي حاجه في الكون تسمى ماده. فما هي الماده؟ هي كل ما له كتله وحجم. شكرا. اي حاجه، اهو القلم ده ليه كتله حجم اسمه ماده، انا ليا كتله وحجم اسمي ماده. كل ما له كتله وحجم في الخلق كله يسمى الماده. جميل قوي. احنا بقى هنخش ونتعمق في الماده شويه. هي الماده دي بتتكون من ايه؟ وليكن مثلا لو احنا اتكلمنا مثلا دي حيطه، سور مثلا، الحيطه اللي عندك في البيت، وسالنا سؤال هي الحيطه دي بتتكون من ايه؟ الحيطه دي بالنسبه لي ليها كتله وايه وحجم، اذا فهي ماده. طب الحيطه دي بتتكون من ايه؟ هتقول لي يا مستر احمد الحيطه دي بتتكون من طوب صغير كده لونه احمر، بشوف الراجل بتاع البنا بيقعد يرص الطوب ده فوق ايه؟ فوق بعضه بالشكل ده، صح كده؟ طيب احنا بقى عايزين نتكلم على الوحده الصغنونه خالص اللي بتتكون منها الماده. يعني الماده دي بتتكون من ايه؟ يبقى تاني، ايه الماده؟ كل ما له كتله وحجم. اي حاجه حواليك لها كتله وحجم تسمى ماده. طب الماده بتتكون من ايه؟ تعال نشوف، يلا بينا. لو احنا جبنا خدنا المثال ده يا باشمهندس كده على ابو الهول، اهو ماده لكتله وايه وحجم، وجينا كده نفصصه حته حته زي الحيطه. مش احنا قلنا الحيطه بتتكون من، ممتاز، الطوب الصغنن، نفس الفكره. هنلاقي ابو الهول ده بيتكون من حجر اسمه الحجر الجيري. طب والحجر الجيري ده او الصخر ده بيتكون من ايه؟ من ماده اسمها كربونات الكالسيوم. طب كربونات الكالسيوم بتتكون من ايه؟ من جزيئات اصغر اسمها كربونات الكالسيوم. جزيئات هنا ماده. طب الجزيئات دي بتتكون من ايه؟ من الذره. ايوه، دي بقى النقطه اللي انا عايز اوصل لها. اي ماده ربنا خلقها في الاخر خالص بتتكون من حاجه تسمى الذرات. يبقى انا دلوقتي اصغر وحده بنائيه جوه جسمي هي الايه؟ الذره. وانت اصغر وحده بنائيه جوه جسمك الايه؟ الذره. يبقى فما هي الذره؟ هي اصغر وحده بنائيه لجميع الايه؟ المواد. يبقى تاني يا باشمهندس، اي حاجه ليها كتله وحجم تسمى ماده. الماده بتتكون من ايه؟ من حاجه اسمها الذره. ايه هي الذره؟ هي الوحده البنائيه لجميع الايه؟ المواد. جميل. احنا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنمسك الذره دي وندرسها بالتفصيل. هي الذره دي بتتكون من ايه؟ جاهز يا بطل؟ يلا بينا. الذره يا باشمهندس بتاعتك بتتكون من حاجتين. اول حاجه حاجه تسمى النواه، اللي هي اللي جوه دي كده، ده شكل الذره بتاعك اللي هو نموذج رذرفورد اللي انت خدته في اولى اعدادي وثانيه اعدادي. طيب النواه دي يا باشمهندس بتتكون من ايه؟ النواه نفسها جواها ايه؟ النواه دي جواها حاجتين، حاجه تسمى البروتونات، البروتون، وحاجه تانية اسمها النيوترونات. يبقى ادي النواه، دي النواه بتاعتي اهي، النواه.
النواه دي بتتكون من ايه؟ النواه دي جواها حاجتين، حاجه موجبه اسمها بروتون، وحاجه تانية متعادله اسمها نيوترون. يبقى احنا عندنا النواه جواها حاجتين، بروتونات ونيوترونات. طيب ايه المكون الثاني اللي موجود في الذره؟ الالكترونات. والالكترونات عباره عن ايه؟ جسيمات صغيره جدا جدا جدا، كتلتها صغيره جدا جدا، وايه تاني؟ وشحنتها سالبه. جميل. طب مستر احمد، بما اننا قلنا ان الالكترونات شحنتها سالبه، طب البروتونات والنيوترونات فكرني كده شحنتها ايه؟ نقول تاني، البروتون موجب والنيوترون متعادل. يبقى احنا كده يا اساتذه قلنا ايه؟ قلنا ان اي حاجه حواليك لها كتله وحجم تسمى ممتاز ماده، والماده بتتكون من حاجه اسمها الذره، والذره فيها كم مكون؟ 2 نواوي الكترونات، النواه فيها كم حاجه؟ حاجتين، بروتونات ونيوترونات. ممتاز. والبروتون موجب والنيوترون سالب. ممتاز صح. النيوترون متعادل والالكترون سالب. ممتاز، ما وقعتش. ممتاز يا باشمهندس. خش مع بعض على اللي بعده. ايه يا مستر احمد دي العناصر اللي انا محتاج اكون عارفها. بس قبل ما اخش على العناصر دي تعالى كده نراجع حاجه مهمه جدا جدا. صلي على النبي. تعال نتكلم مع بعض عن حاجه اسمها التوزيع الالكتروني. وغير التوزيع الالكتروني تعال نتعلم مع بعض كتابه العنصر، ازاي اعرف اكتب العنصر. صلى على النبي. يبقى ناخد اول حاجه كده مع بعض كتابه العنصر. العنصر بتاعنا يا اساتذه ممكن يتكون من حرف وممكن يتكون من حرفين. يبقى ممكن العنصر بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه يتكون من حرف واحد، او ممكن يتكون من حرفين. طيب ناخد امثله. صلى على النبي. لو حرف واحد زي مين عندي مثلا؟ زي يا مستر احمد اليود. لو جينا بصينا على اليود، هي بتجري تروح فين؟ تعالي. رمز اليود اي، ده حرف واحد. فلما يكون العنصر بتاعك من حرف واحد لازم الحرف يكون كابيتال. كابيتال، ما ينفعش يكون سمول، كابيتال. طب عندك زي مين تاني يا مستر احمد؟ عندنا مثلا زي الكربون. رمز الكربون سي. طيب عندنا ايه تاني يا باشمهندس؟ يود والكربون. عندنا ايه تاني ممكن من حرف واحد؟ زي البوتاسيوم. رمز البوتاسيوم كي. يبقى لو كان من حرف واحد لازم الحرف يكون كابيتال. طب لو من حرفين زي مين مثلا كده؟ زي الصوديوم. الصوديوم اللي عندنا لو من حرفين، بص كده، بص الاولاني كابيتال والتاني سمول. طب عندنا زي مين تاني؟ زي الكلور اهو، الاول كابيتال والتاني سمول. عندنا مين زي مين تاني؟ زي الهيليوم اهو، الاول كابيتال والتاني سمول. انا بقى جبت لك كل العناصر اللي انت محتاج تحفظها، ولازم تحفظها. ايوه لازم اكون حافظ الرموز بتاعتها عشان هحتاجها كتير قوي في المنهج. عندك ادي الهيدروجين اهو، حرف واحد كابيتال. هيليوم حرفين، يبقى الاول كابيتال والتاني سمول. تعال نبص عليهم مع بعض واحده واحده. زئبق اتش جي، اتش كابيتال والجي سمول. اكسجين او حرف واحد كابيتال. فلور اف كابيتال واحد. حديد اف اي، اف كابيتال اي سمول. رصاص بي كابيتال والثانيه سمول. الكبريت حرف واحد اس كابيتال. سيليكون اس اي، الاس الاولى كابيتال والاي الحرف الثاني يبقى سمول. احفظ كل دول؟ ايوه لازم احفظهم. عندنا البوتاسيوم حرف واحد كي. مغنيسيوم حرفين، الاول كابيتال والتاني سمول. ليثيوم الاي اول كابيتال والتاني سمول. خرسين او الزنك زد ان، الزد كابيتال والان سمول. نيتروجين حرف واحد، الان كابيتال. النيون ان اي الاول كابيتال والتاني سمول. صوديوم ان اي
اول كابيتال والتاني سمول. البورون حرف واحد، بي تبقى كابيتال. بريليوم، البريليوم اهو البي كابيتال والاي سمول. بروم حرفين، بي كابيتال والار سمول. احفظ تاني يا مستر احمد؟ ايوه لازم نحفظ كل دول يا شباب علشان محتاجينهم جدا 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 في الشغل بتاعنا. يود اي كربون، سي كالسيوم حرفين، سي كابيتال والاي سمول. كلور اهو السي كابيتال والال سمول. نحاس، سي يو الحرف الاول كابيتال، السي واليو سمول. كروم، سي ار اهو اول كابيتال والتاني سمول. يعني انا لو جيت كتبت كروم كده غلط، ده كده مش رمز الكروم. كروم سي ار، سي كابيتال والار سمول. الارجون اي ار اي كابيتال والار سمول. الالومنيوم اي ال اي كابيتال والال سمول. الذهب اي يو اي كابيتال واليو سمول. فضه اي جي اي كابيتال والجي سمول. دول اشهر العناصر يا محترمين اللي انت محتاج تحفظهم. وبالمناسبه دول مش هيكونوا معاك بس في ثالثه اعدادي، لا ده ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. فلازم تركز على العناصر دي وتحفظها صح وتكتبها صح. تمام يا شباب؟ تمام. طبعا تقول لي يا مستر احمد واحنا بقى هنحفظ التكافؤات والحاجات دي؟ يعني مثلا اقول لك تكافؤ احادي وثنائي وهكذا، هنحفظها بس دي هنخليها في اخر المحاضره خالص. هنتعلم مع بعض ازاي نكتب كمان الصيغ الكيميائيه، ازاي انطق العربي واحوله الى صيغه كيميائيه اللي هي العقده الكبيره، وازاي اقدر اعمل معادله كمان كيميائيه واوزنها، والكلام ده كله هناخده مع بعض واحده واحده كده يا بطل، وامشي معايا تاتا تاتا. تعال نتكلم يا باشمهندس عن حاجه تسمى تصنيف المواد. يبقى احنا كده خلي بالك احنا اتكلمنا عن ايه؟ الماده. ايه هي الماده؟ كل ما له كتله وحجم. اي حاجه لها كتله وحجم تسمى ماده. طب الماده دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجات صغنونه خالص 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 اسمها الذرات. الذره بتتكون من ايه؟ شاطر. نواه، الكترونات، عظيم. والنواه فيها كام حاجه؟ 2. ممتاز. بروتونات موجبه، نيوترونات متعادله. ممتاز شاطر. تعالى بقى نتكلم عن تصنيف المواد. المواد بتاعتنا بنصنفها لكام حاجه؟ حاجتين. اول حاجه المخاليط، تاني حاجه المواد النقيه. يبقى احنا عندنا المواد بتاعتنا بنقسمها حاجتين، مخاليط ومواد ايه؟ نقيه. احنا بقى هنمسك كل واحده فيهم وهنتكلم عنها بالتفاصيل. طيب المخاليط بتاعتي يا مستر احمد كم نوع اصلا؟ 2. في مخاليط اسمها مخاليط متجانسه ومخاليط غير متجانسه. معلش بس يا مستر احمد يعني ايه مخلوط اصلا؟ ايه المخلوط ده؟ المخلوط ده يا باشمهندس اللي هو الميكس، لما تحط مواد على بعض. زي ايه مثلا؟ تحط زيت على ميه، اهو الزيت ماده والميه ماده حطيتهم على بعض. زي سعادتك كده مثلا لما تيجي تحط ملح على الميه، اهو الملح ماده والميه ماده. زي مثلا تجيب الرمل وتيجي مثلا تحط الرمل عليه شويه ميه، اهو ده مخلوط. ده مخلوط. طب زي ايه تاني يا مستر احمد؟ زي لما تروح سعادتك كده المقله وتجيب شويه لب سوري، شويه سوداني، لب سوبر، تجيب مثلا كاجو. طبعا انت كحيان انا عارفك لا بتجيب كاجو ولا نيل، انت اخرك اللب السوري فاهم. وتيجي بقى في البيكه تخلط دول على بعض، اهي دي عباره عن ايه؟ مخاليط، ميكسات، مواد مختلفه اتحطت على بعض، دي اللي بنسميها المخاليط. احنا بقى نخش على المخاليط دي بالتفصيل دلوقتي، بعد كده نخش على المواد الايه؟ النقيه. يلا بينا يا بطل. اول حاجه المخاليط، لسه قايلين من شويه ايه هي المخاليط؟ قالك هي مواد بص مكونه من مادتين او اكثر، زي اللب السوري والسوداني حطيتهم على بعض اهو ده كده مخاليط. ممكن اكتر، مش شرط مادتين بس، ممكن اكتر من كده. قالك بص غير متحده كيميائيا ويمكن فصل مكوناتها بالطرق الفيزيائيه. ما معنى الكلمتين دول؟ يعني لما حطيت اللب السوري على السوداني هم كانوا اتحدوا مع بعض؟ لا يا عم، انا ممكن اخلطهم انا اهو خلطت ايه؟ خلطتهم وقدرت افصلهم بسهوله جدا جدا جدا. دي اللي اسمها الايه؟ المخاليط. طيب المخاليط دي بقى اللي عندي دي اللي هي الميكسات، الحاجات اللي بقعد احطها على بعض دي، بفصلها بكام طريقه؟ 3 طرق. اول حاجه اسمه الفصل المغناطيسي. ايه الفصل المغناطيسي دي؟ يعني تخيل كده انا معايا براده حديد، حديد يعني كده عامل زي البراده، زي الرمل ورمله. حلو، حطيت براده الحديد على الرمله وخلطتهم ببعض. ازاي بقى اطلع البراده بتاعت الحديد من الرمله؟ عن طريق الفصل المغناطيسي. ازاي؟ اروح اجيب مغناطيس واحطه في المخلوط ده واقلب كده، الاقي كل براده الحديد سابت الرمل ولزقت فين؟ في المغناطيس. يبقى انا فصلت براده الحديد عن الرمله بعد الخلط عن طريق مين؟ المغناطيس. وده بنسميه الفصل الايه؟
المغناطيسي. استغليت ان الحديد بينجذب للمغناطيس فرحت فصلته منه، وهكذا. تاني طرق اللي عندنا الترشيح والتبخر والتكثيف، او التبخير والتكثيف. طب الاتنين دول هنشرحهم بالتفصيل لما نخش في انواع المخاليط. صلي مع النبي وتعالى نخش مع بعض على انواع المخاليط. بص يا دكتور، المخاليط عندي نوعين. في مخاليط بنسميها المخاليط المتجانسة وبندلعها وبنقول لها يا محلول، وفي مخاليط تانية مخاليط غير متجانسة. طب ايه الفرق بقى يا مستر احمد بين المخلوط المتجانس والغير المتجانس؟ انت قلت لي كلمة مخلوط يعني جبت مادتين حطيتهم على بعض وقلبت، ده كده اسمها ايه؟ مخلوط. طب ايه الفرق بين المخلوط المتجانس والغير متجانس؟ صلى على النبي الاول، ركز معايا بقى وتعالى اقول لك. بص يا باشمهندس، المخلوط المتجانس هو اللي ما بتقدرش تميز مكوناته بعد الخلط. هتقول انا مش فاهم حاجه، انت كده عقدتها اكتر. اقول لك ركز معايا. تخيل كده جبنا مع بعض ملح وميه. حلو حلو، حط الملح على الميه وقلب. مخلوط ولا مش مخلوط؟ تقول استنى، ملح ماده والميه ماده وحطيت مادتين على بعض يبقى مخلوط. قشطه، مخلوط. حلو. السؤال بقى، لما عملت المخلوط ده اللي هو ملح على ميه، هل انت قادر تميز بعينك الملح فين والميه فين؟ ولا انت لو بصيت كده تحس مفيش اي حاجه خالص؟ بالظبط كده، مش قادر تميز. لما حطيت الملح على الميه وقلبت، الملح تحسه انه اختفى جوه الميه. فهل انت قادر تميز فين الملح وفين الميه؟ لا، ده بنسميه مخلوط متجانس. ايه هو المخلوط المتجانس؟ هو المخلوط اللي ما بتقدرش تميز مكوناته، ده بنسميه متجانس، زي الملح والايه والميه. طب مين بقى المخلوط الغير متجانس اللي بتقدر تميز مكوناته؟ ازاي؟ تعال لما اقول لك يا كحيان. سعادتك لما خدت كده الاجازه وانتخت وخلصت امتحانات تانية اعدادي وبتجري كده على المقله ورحت جبت لك شويه لب وسوداني وشويه كده ايه فستق حلوين وكاجو لب سوري وحمص ومش عارف ايه، ورحت خلطتهم على بعض. ها، عملت ايه؟ خلطتهم على بعض، حطيت اللب السوري على السوداني وقلبت. اسال سؤال، مخلوط ولا مش مخلوط؟ هتقول لي اللب ماده والسوداني ماده وحطيتهم على بعض وقلبت. مخلوط. اه يا مستر احمد ده مخلوط. حلو. هل انت بقى بعد ما عملت المخلوط اللي هو اللب والسوداني قادر بعينك تميز فين اللب وفين السوداني؟ هتقول لي اه، ما هو واضح اهو، ما انا بقعد انقي، اكل انا السوداني وارمي لاخويا اللب السوري لحد ما في الاخر ما يلاقيش لب ويقعد ايه سوداني ويقعد يجري ورايا. بالظبط كده. ادام قدرت تميز اللب عن السوداني بعد الخلط، ده اسمه مخلوط ايه بقى؟ غير متجانس. طب مثال تاني يا مستر احمد، زي الزيت والميه. لو انا جبت زيت وحطيته على ميه، بعد ما احط الزيت على الميه واقلب، مش ده كده مخلوط؟ اه. هتلاقي اللي حصل، هتلاقي الميه بقت تحت والزيت فوق. هل انت قادر تميز فين الميه وفين الزيت؟ تقول لي اه، اذا ده بسميه اهو مخلوط، حاجتين على بعض بس غير متجانس. ليه؟ عشان قادر اميز بعيني فين الزيت وفين الميه. يا عم كمان مثال، حط رمله على ميه، ايه اللي هيحصل؟ وقلب، هتلاقي الميه اصفرت شويه، بعد شويه كده هتلاقي الرمله بدات تنزل تحت والميه بقت فوق بالشكل ده، الرمله بقت تحت. هل انا قادر اميز بعيني فين الرمله وفين الميه؟ اه، اذا ده بسميه مخلوط غير متجانس. اذا المخاليط كم نوع؟ اتنين، متجانس وغير متجانس. ايه المخلوط المتجانس؟ اللي مش بقدر اميز مكوناته بعد الخلط. حطيت ملح على الميه وقلبت، فين الملح وفين الميه؟ مش قادر اعرف ده فين وده فين، اذا ده بسميه متجانس. طب الغير متجانس، حطيت الرمله على الميه وقلبت، لقيت الرمله بقت تحت والميه فوق، قادر اميز بعيني فين الميه وفين الرمل. اه، اذا ده مخلوط غير متجانس. تعالى للتعريف. ما هو المخلوط المتجانس اللي احنا بندلعه نقول له يا محلول؟ ده عباره عن ايه؟ مخلوط لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرده. طيب المخلوط الغير متجانس، مخلوط يمكن تمييز مكوناته بالعين الايه؟ المجرده. تعال هنا بقى يا باشمهندس لطرق الفصل. لو انا معايا مخلوط متجانس زي اللي هو المحاليل، زي الملح على الميه، ازاي بقى انا عايز بقى دبت في دماغي انا عايز الملح لوحده والميه لوحدها؟ تقول لي يا عم انت حطيتهم على بعض وقلبت وانا مش عارف هما فين. لا، انا عايز ارجع الملح لوحده والميه لوحدها. اعمل ايه؟ هنا بقى نيجي لطريقه اسمها طريقه الايه؟
التبخير والتكثيف. مش احنا قلنا عندنا الطرق بتاعت الفصل 3، فصل مغناطيسي والترشيح والتبخير والتكثيف؟ احنا هنا بقى نستخدم التبخير والايه والتكثيف. هنروح نعمل ايه؟ هنروح نجيب المحلول اللي هو الملح والايه والميه ونسخن. فايه اللي يحصل يا محترم؟ الميه تتبخر والبخار يمشي بعد كده يتكثف اهو، تكثف. طبعا يا محترمين احنا عارفين ان في حاجه اسمها عمليه التبادل، او اللي هو عباره عن ايه؟ احنا عندي حالات الماده اهي، تعال راجع عليها بالمره. حالات الماده، حالات الماده كام حاجه؟ 3: صلبه، سائله، وايه تاني؟ غازيه. طبعا ده الكلام ده بتاع ابتدائي، فاهم؟ فيعني مش عايز احطه في الكورس التاسيسي، بس مفيش مشكله، راجع عليه مع بعض سريعا سريعا. ماشي؟ طيب يلا. من صلب السائل ده بسميه ايه؟ انصهار. من صلب السائل انصهار. مكعب التلج سيحته، صلب السائل اسمه انصهار. طب العكس تجمد. السائل لصلب ده بنسميه تجمد. طب من سائل لغاز تبخير او تبخر. طب من غاز لسائل تكثف او تكثيف. قشطه قشطه، رجعنا عليها بسرعه اهو مع بعض. يبقى نرجع تاني، انا هنا بفصل ازاي؟ عن طريق التبخير والتكثيف. فالميه والملح مع بعض مخلوطين ببعض مش قادر اميزهم، فلما سخن المحلول اللي هو عباره عن ملح وميه، الميه بتتبخر فتتحول لحاله غازيه. بعد كده تخبط في لوح الازاز ده وتتكثف، زي بالظبط كده غطا الحله بتاع ماما كده في البيت. لما ماما تعمل الاكل كده تلاقي ليه البخار طالع بيخبط في غطا الحله ويتكثف كده، تلاقي فيه نقط ميه على الغطا، فالميه تنزل بقت الميه لوحديها. طب بعد ما كل الميه اللي هنا تتبخر، مين اللي هيتبقى تحت؟ الملح. يبقى بعد ما الميه كلها تتبخر وتتكثف هنا، اللي هيتبقى الملح. يبقى انا فصلت الملح عن الميه، ودي من طرق فصل المخاليط. تعالى بقى للطريقه الاخيره اللي هي الترشيح، اللي هو مثلا عندك زي مين؟ مخلوط غير متجانس، ميه ورمل على بعض اهو. بص كده، الميه والرمل. طيب لو انت جيت بصيت كده، الميه والرمل افصلهم ازاي؟ قال لك الترشيح. ايه هي عباره عن عمليه الترشيح؟ بروح اجيب ورقه اسمها ورقه ترشيح عامله زي المصفى، واروح احطها في واصب الميه والايه والرمله. ايه اللي يحصل؟ الميه تعدي من ورقه الترشيح والرمل يفضل جوه الايه الورقه. بنفس فكره مين؟ المكرونه الاسباجيتي. ازاي؟ ما هو لما بتيجي تعمل المكرونه، ما المكرونه بتكون مخلوطه بالميه، وده مخلوط ممتاز غير متجانس. ليه؟ عشان قادر اميز المكرونه والميه واضحين جدا. فماما بتعمل ايه؟ تجيب المصفى دي شبه ورقه الترشيح، تقوم تصب المخلوط اللي عباره عن مكرونه وميه، فالميه تنزل. ومين اللي بيبقى في المصفى اللي هي الورقه هنا؟ المكرونه. ومين اللي بيبقى هنا؟ الرمل. ودي يا باشمهندس طرق فصل الايه المخاليط. يبقى احنا كده يا باشمهندس اتكلمنا عن الماده، وعرفنا ايه هي الماده، وعرفنا ان الماده بتتكون من ايه. وبعد ما عرفنا الماده بتتكون من ايه، عرفنا تصنيف المواد. وبعد كده اتكلمنا على انواع المخاليط. فاضل لي حاجه واحده بقى، الايه؟ الجزء النقي منه. صلي على النبي. المواد النقيه بقى، كده اتكلمنا عن المواد اللي هي المخاليط، تعال نتكلم عن المواد النقيه. المواد النقيه يا باشمهندس دي بقى، دي مواد ما بقدرش افصل مكوناتها خالص. ودي عباره عن حاجتين، في حاجه اسمها مواد نقيه اللي هي بتاعت العناصر، ومواد نقيه بتاعت المركبات. العناصر زي مين مثلا يا مستر احمد؟ زي الاكسجين والزئبق. هل انا اقدر امسك كده الاكسجين اقول لك انا معايا شويه غاز اكسجين اهو، يلا نفصلهم بقى؟ اكسجين 2 3 4 هل انت تقدر تعمل كده؟ لا. يبقى دي اسمها ايه؟ ماده نقيه للعنصر. مين العنصر؟ اكسجين. ولما اجي اقول لك ماده نقيه للعنصر، يعني بتتكون من حاجه واحده بس، يعني الاكسجين O2 بس. وصلت اهو، O2 من عنصر الاكسجين بس. الزئبق Hg، وهكذا. دي اسمها العناصر. قال لك بص ايه؟ هي ابسط صور نقيه للماده، فعلا بسيطه جدا. من O اكسجين بس، Hg زئبق بس. هل بتتكون من اكتر من حاجه؟ لا. قال لك لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالطرق الفيزيائيه او الكيميائيه. شكرا، ما اقدرش افصلها ولا يعني ما اقدرش احللها لحاجه ابسط منها. طيب تعال نخش على المركبات.
المركبات عندك زي مين مثلا؟ اللي بتتكون من اكتر من حاجه زي الميه اهو، بص H2O اهي بتتكون منها بقى من اكسجين وهيدروجين. بص هنا خلي بالك، العناصر النقيه اللي احنا قلنا العنصر بيتكون من حاجه واحده اكسجين بس، زئبق بس، ده العنصر. طب المركب لا، من حاجتين او ثلاثه واربعه. بص هنا بيتكون من ايه اهو، من اكسجين وهيدروجين. هل انا بقى بقدر افصل ما بينهم؟ يعني اقول لك تعال نجيب بقى الميه، يلا دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها. هل هقدر اعمل كده؟ لا، برضك ما بقدرش افصلها. قال لك ايه هو المركب؟ هي ماده نقيه تتكون نتيجه اتحاد كيميائي بين بص عنصرين او اكثر. في نسب كتليه معروفه. ايه النسب الكتليه الثابته دي؟ يعني ايه نسب كتليه ثابته؟ يعني دايما الميه H2، يعني H2 2 هيدروجين وواحده اكسجين. عمرك شفت الميه مثلا H3O5؟ شفت كده؟ مستحيل، دي مش ميه. الميه هي ايه؟ هي عباره عن H2O، يعني H2O يعني 2 هيدروجين وواحده اكسجين. ده معنى كلمه ايه؟ بنسب كتليه ثابته. صعب الكلام ده؟ جميل. تعالى كده يا باشمهندس نخش على حاجه كده جميله جدا جدا جدا، اسمها ايه يا دكتور؟ التوزيع الالكتروني. التوزيع الالكتروني ده يا مستر احمد، ده انا فاكره، ده انا خدته قبل كده، ده التوزيع ده انا بحبه جدا يا مستر احمد. خد مثال كده معايا ويلا انا هحل معاك، يلا بينا. ناخد مثلا الصوديوم، ان ايه؟ العدد الذري بتاعه 11. يعني ايه العدد الذري؟ يعني يا مستر احمد عدد البروتونات والالكترونات. حلو، كنت بوزعهم ازاي؟ كنت اقول لك يا مستر هعمل كده. ده المستوى الاول وكان اسمه ايه؟ اهو كان اسمه كي، والكي ده كان بياخد كام الكترون؟ 2. حلو كده، انا معايا كام من ال 11؟ 9. كمل. المستوى الثاني كان اسمه ال، ده انا حافظهم فكرني كده، كي ال ام ان او بي كيو، 7 مستويات. الاول بيشيل 2 والباقيين 8. شاطر. ال هيشيل كام؟ 8. يبقى 2 و8 10. يبقى كام ال 11؟ 1. يبقى كمان مستوى كي ال ام. ممتاز. الام يشيل كام؟ 1. ده كنا بنسميه التوزيع الالكتروني. طب ما كمان مثال كده يا مستر احمد عشان افتكر. ناخد عنصر زي مين مثلا؟ ناخد عنصر زي الكلور 17. يلا وزع معايا اهو. المستوى الاول كي بياخد 2 كده بقى 15. يلا ال بياخد 8 كده 10 بقى كام؟ 7. ام بياخد كام؟ ادي ال7 كده 17. صعب الكلام ده؟ ده اسمه التوزيع الالكتروني. طيب تعالى بقى نخش مع بعض يا محترم على انواع المواد. هي الماده مش بتتكون من حاجه اسمها الذرات؟ طب الذرات دي اللي هي العناصر يعني بتتكون من كام حاجه؟ تعالى بقى نقول لك. الفلزات ولا فلزات؟ تاني، الفلزات ولا فلزات؟ ايه بقى هي الفلزات ولا فلزات؟ تعالى نفتكر مع بعض يا صديقي الدحيح الصغنن انت. اول حاجه يا باشمهندس نبدا بالفلزات. قال لك الفلزات دي لما بتيجي توزعها تلاقيها بتنتهي معاك يا اما بالكترون او 2 او 3. يعني ايه كلهم؟ لا، اخر مستوى بس. يعني بص كده، تعالى افتكر كده، بص فوق. لما جينا وزعنا مين هنا؟ الصوديوم، اخره كان كام؟ 1. يبقى ده اسمه ايه؟ فلز. يبقى لما تلاقي الاخر بتاعك بتاع التوزيع 1 او 2 او 3 يبقى اسمه ايه؟ فلز. يبقى ايه هي الفلزات؟ قال لك ينتهي مستوى الطاقة الأخير في ذرتها بإلكترون أو 2 أو 3. عظيم. طب إيه تاني يا مستر أحمد؟ قال لك يا باشمهندس الفلزات كلها في الحالة الصلبة ما عدا عنصر واحد هو السائل. مين ده؟ الزئبق. يعني كل الفلزات صلبة ما عدا الزئبق بس هو اللي سائل. طب ما تيجي ناخد شوية أمثلة على الصلب اللي هو مين بقى عندك؟ زي الصوديوم، نحاس، ذهب، خرسين، فضة، حديد، الكالسيوم، بوتاسيوم. كل دي يا شباب عبارة عن فلزات صلبة. اتفقنا مع بعض؟ ما عدا مين بس الوحيد السائل؟ الزئبق.
ايه تاني من مميزات الفلزات؟ ان لها بريق معدني، بتلمع، ليها لمعه. طب وايه تاني؟ قابله للطرق والسحب والتشكيل. مستر احمد بص، انا كان المدرس بيقعد يقول لي قابل للطرق والسحب والتشكيل مش فاهم اي حاجه. يعني ايه قابل للطرق والسحب والتشكيل؟ صلى على النبي. يعني انت لو جبت قطعه حديد وخبطتها بالشاكوش جامد، هل هتتفتت وتبقى فتافيت صغنونه كده؟ لا، دي هتتني يا مستر احمد او تتطبق. حته انها تتني او تتطبق دي اسمها ايه؟ طرق وسحب وتشكيل. فانا اقدر امسك الحديد اطرقه فيتسحب، يعني انا اسحب اطوله كده واشكله واروح اعمل له شكل مثلا قلب وهكذا، ده بنسميه طرق وسحب وايه تاني؟ وتشكيل. او سلك النحاس، مش انا ممكن امسك سلك النحاس واقعد الفه كده واعمله على شكل معين؟ فده بنسميه قابل للطرق والسحب والايه؟ والتشكيل. اخر حاجه خالص، الفلزات جيده التوصيل للحراره وجيده التوصيل للايه؟ للكهرباء. عشان كده بنعمل بيها اواني الطهي. الحله اللي في البيت اللي هي الالومنيوم او الستانلس، دي فلزات. اشمعنى بنستخدم الحلل دي؟ عشان بتوصل الحراره كويس، فالحراره تيجي من البوتاجاز تيجي على الحله، فالحله تسوي الاكل اللي جواها. يبقى سريعا كده، الفلزات اعرفها ازاي؟ لما اجي اعمل توزيع الكتروني للعناصر بتاعتها، اخر مستوى الاقي في الكترون او اتنين او تلاته. وايه تاني؟ كلها صلب ما عدا الزئبق سائل، وليها لمعه اللي بنسميه بريق معدني، قابله للطرق والسحب والتشكيل. واخر حاجه جاده التوصيل للحراره والايه؟ والكهرباء، زي النحاس اللي احنا بنستخدمه في الاسلاك، النحاس اللي بتبقى في البيت عشان نوصل الكهرباء. حلو. تعالى يا باشا بقى لتاني تاني حاجه معانا، اللافلزات. ايه خواص اللافلزات؟ قال لك ينتهي المستوى الاخير بتاعها بخمسه او سته او سبعه. فاكر الكلور؟ مش احنا لما وزعنا الكلور 17 قلنا الكي خدت 2 والال خدت 8 والام خدت كام؟ 7. بص، المستوى الاخير في 7، يبقى ده لافلز. يبقى اللافلزات اعرفها ازاي؟ لما اجي اعمل لها توزيع ينتهي بخمسه او سته او سبعه، باستثناء اتنين بس. اتنين بس هم اللي بره القاعده ديت. مين؟ الهيدروجين. ان الهيدروجين لو وزعته اتش اهو عدد الذري واحد، الاقي المستوى الكي في الكترون واحد بس، وده لافلز. ومين تاني؟ الكربون. الكربون يا باشمهندس المستوى الاخير بتاعه بيكون في كام؟ 4. فانت بالتالي يا باشمهندس الاتنين دول بس اللي بره القاعده. يبقى الطبيعي جدا اللافلز اعرفه ازاي؟ اخر مستوى ليه بيكون فيه شاطر 5 6 7. طيب لو في واحد، لو هيدروجين لافلز. طب لو في 4، لو كربون لافلز. اي حاجه تانية لا، يبقى مش لافلزات. طب ايه الحاله بتاعت الماده بتاعت اللافلزات؟ قال لك اللافلزات يا باشمهندس بتوجد في الحاله الصلبه والغازيه. صلبه وغازيه ما عدا واحد بس هو اللي سائل، واحد بس. مين ده؟ البروم. البروم الوحيد اللي لا فلز وسائل، وحيد لا فلز وايه؟ وسائل. طب تعالى كده نشوف الحاله الصلبه. مين لا فلز وصلب؟ زي الكربون والفوسفور والكبريت واليود. احفظهم عشان هنتكلم عنهم وهنشتغل عليهم. يبقى احنا عندنا اللافلزات الصلبه، مين عندك؟ كربون وفوسفور كبريت ويود. طب اللافلزات الغازيه زي مين؟ هيدروجين والنيتروجين والاكسجين والفلور. وطبعا قلنا مين الوحيد السائل؟ البروم بي ار. ده اللافلز الوحيد السائل. عظيم عظيم. تعال نخش يا باشمهندس على البريق. هل اللافلزات ليها بريق؟ لا، ملهاش بريق معدني، ما بتلمعش، تلاقيها عتمه كده، معتمه. طيب هل قابله للطرق والسحب والتشكيل؟ لا، دي بتتفتت وتتكسر. زي مين؟ زي الكربون. هات كده القلم الرصاص بتاعك، شفت السن ده عباره عن فحم اسمه جرافيت. اخبطه كده بالشاكوش هتلاقي حصل له، هل هيتشكل ويتسحب؟ لا، هتتفتت معاك. زي مين تاني؟ زي الكبريت وزي الفحم. كل دي عباره عن لافلزات، لو خبطتها بتتفتت. اذا هي غير قابله للسحب ولا الطرق ولا التشكيل. طب توصيل الحراره، هي لا، رديئه، ما بتوصلش الحراره كويس. طيب الكهرباء، هي رديئه التوصيل الكهربي. بس الجرافيت، مين الجرافيت ده؟ اللي هو الكربون، اللي هو السن بتاع قلم الرصاص، بيوصل كويس الكهرباء. يبقى اللافلزات كلها ما بتوصلش كهرباء وما بتوصلش حراره، ما عدا الجرافيت بس هو اللي بيوصل الكهرباء. مين الجرافيت ده؟ الكربون. ممتاز. وده كده يا باشمهندس
الفلزات واللافلزات. تعالى بقى كده، احنا بص اتكلمنا على كل المادة، عرفنا المادة ايه هي وبتتكون من ايه وانواعها والفلزات واللافلزات. تعال نخش بقى على حاجة اسمها الترابط الكيميائي، الروابط الكيميائية. وهنا كده بقى بدأنا نخش في الايه، في التريكات والجد منه. صلى على النبي وركز معايا. الترابط الكيميائي، ايه الترابط الكيميائي دي؟ يعني يا مستر احمد انواع الروابط، ايه الحاجات اللي بتربط العناصر دي ببعض؟ اتنين. عندك اول حاجة اسمه الترابط الايوني، تاني حاجة اسمه الترابط التساهمي. يبقى احنا عندنا ترابط ايوني وترابط ايه، تساهمي. نخش مع بعض كده على اول حاجة الترابط الايوني. صلى على النبي وركز معايا. بص يا دكتورة، نبدأ بأول حاجة مع بعض الترابط الأيوني. قال لك بص يا باشا، الترابط الأيوني هو عبارة عن تجاذب بين كاتيون موجب وأنيون سالب. ايه اللي كاتون وماتون مين دول؟ هنود دول ولا ايه؟ مين كاتيون وانيون ده؟ مين الناس دي؟ اول مره اسمع عنهم. واحده واحده كده وركز معايا. صل على النبي. تعالى ناخدها كده. بص في الايه السقمنص منه في الهادي خالص. تعالى بص يا استاذ، ايه كاتيون وايه انيون ده؟ تعالى اما اقول لك. صل على النبي. فاكر الفلزات؟ تقول لي اه يا مستر احمد فاكرها. تعالى اما هات لنا فلز زي مين؟ الصوديوم. وزع الفلز 2 8 1. اقول لك شاطر. عندك بقى يا باشمهندس العناصر كلها اي عنصر. فاكر العناصر اللي جبناها في الجدول قعدنا نحفظها، اللي هو البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم؟ فاكر العناصر دي كلها؟ كل العناصر دي بتحب يكون المستوى الاخير بتاعها في 8. تحب المستوى الاخير في كام؟ في 8. فالصوديوم المستوى الاخير بتاعه اللي هو مين؟ عندك كي، الكي ال ام. المستوى الاخير في كام الكترون؟ 1. بس الصوديوم عايز المستوى الاخير اخره يبقى في كام؟ 8. فالصوديوم يعمل حركه صايعه اسمها حركه ايه بقى؟ ايه؟ فقد. يعني ايه فقد يا مستر احمد؟ يرمي الالكترون ده، يفقده، طلعه بره. فيبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى عامل كده. بص 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 بص، عايزك تركز بقى ان ايه اهو 11. بس بص بقى ايه؟ 2 8. ورمى ايه؟ رمى الالكترون الاخير ده. بس عشان اقدر اميزه بعد ما بيرميه فقده بيتحول الى ايون اسمه موجب. نحط له موجب كده. فالموجب ده معناه ايه؟ او الموجب اللي فوق ده معناه ايه؟ فقد الكترون. فقد ايه؟ الكترون. وبنسميه ايه؟ كاتيون. فهمت. يعني ايه الكاتيون ده يا مستر احمد؟ يعني فلز راح فقد الكترونات المستوى الاخير بتوعه، فقدهم، رماهم في داهيه. ليه؟ عشان يتحول ويبقى المستوى الاخير بتاعه في كام؟ 8. يبقى انا لو جيت قلت لك انا كاتيون، يعني ايه كاتيون يا مستر احمد؟ يعني انا فلز دخلت في تفاعل كيميائي وفقدت الالكترونات اللي في اخر مستوى عندي، فقدتها، رميتها، والمستوى الاخير بتاعي بقى فيه 8. فانا كده بقى اسمي ايه دلوقتي بعد ما فقدت؟ اسمي كاتيون. يبقى ركز كده معايا. بص انا معايا قلمين، انا عايز يبقى معايا قلم واحد بس، فانا عايز افقد القلم ده. يلا فقدته. طبعا مش هرميه عشان غالي. المهم فقدته. حلو. بعد ما بفقده رميته خلاص، بقى اسمي ايه؟ كاتيون. يبقى ما هو الكاتيون؟ هي ذرة عنصر فلزي. فلزي عمل ايه؟ فقد الكترونات المستوى الاخير علشان يتحول الى كاتيون موجب. بس كده. تعال بقى للانيون. مين الانيون ده يا مستر احمد؟ على فكره يا جماعه كلمه كاتيون في عادي ناس ممكن تنطقها بايه؟ بلفظ كاتايون. كاتايون عادي مش مشكله، بس احنا بنشعبل للموضوع. ماشي؟ يعني ايه كاتيون عادي. لو قلت كاتيون ما حدش هيقول لك ايه انت بتكفر ولا حاجه. عادي قول كاتيون مفيش مشكله، فاهم؟ اما انت بقى لو من ايجيبت بقى والناس الحلوه دي قول كاتايون عادي جدا مش مشكله. هي هنقولها كاتيون وكاتايون صح طبعا، بس احنا ايه كاتيون كده، فاهم؟ برجوله كده كاتيون. تعالى بقى نقول ايه؟ انيون. انيون ما فيهاش بقى ايه، فاهم؟ هي انيون لا فيها دي ولا دي. انيون.
ايه الانيون ده يا مستر احمد؟ هنا بقى نيجي لعنصر لا فلزي، زي مين يا باشا؟ زي الكلور. الكلور 17 وزع كده 2 8 7. الكلور محتاج الكترون بس، محتاج عشان يبقى 8. تقول لي يا مستر احمد طب ما يفقد السبعه، يعني يا جاحد يفقد 7 ولا يكتسب 1؟ مين الاسهل؟ يكتسب 1. فالكلور اللي هو لا فلزي يعمل ايه؟ يروح لواحد زي الصوديوم. الصوديوم عايز يفقد الالكترون ده صح؟ شايف الالكترون ده؟ مين ياخده؟ الكلور. فالكلور بيعمل عمليه اسمها عمليه ايه؟ اكتساب. ياخد الالكترون اللي مين فقده؟ الصوديوم. فالاقي الكلور تحول بالشكل ده، بقى سي ال اهو، بقى عنده 2 8 هوبا 8. وبروح عشان اميزه احط له اشاره ايه؟ سالب. فالموجب معناه فقد والسالب معناه اكتساب. يبقى انا لو حطيت لاي عنصر كده موجب معناه ايه؟ فقد الكترون، كان عنده الكترون زياده مش عايزه راح رماه فقده. طب لما احط له سالب، سالب ده معناه ايه؟ انه خد الكترون وحطه معاه اهو، انا معايا قلم واحد رحت اكتسبت الكترون تاني، اشاره سالبه. وصلت؟ ده معناه كده ايه؟ اكتساب. وبندلعه ونسميه ايه؟ انيون. يبقى مين الكاتيون او الكاتايون بالنطق الايجيبتاوي؟ الكاتايون او الكاتيون هو عباره عن عنصر فلز عمل ايه؟ فقد الكترونات المستوى الاخير. ليه؟ عشان اخر مستوى عنده يكون في 8. مين الانيون؟ الانيون عباره عن لا فلز، عنصر لا فلز، راح عمل ايه؟ اكتسب الكترون علشان يبقى المستوى الاخير بتاعه فيه كام؟ 8. حلو قوي. واول ما العمليه دي تحصل الصوديوم بيفقد والكلور بيكتسب، الاتنين دول بيلزقوا ببعض، يتحدوا مع بعض ويكونوا مركب اسمه مركب ايوني، والرابطه دي اسمها رابطه ايونيه. بص بقى معايا في الشكل ده بص كده ايه اللي حصل هنا؟ ده الصوديوم اهو، ده ال Na، وده الكلور Cl. الصوديوم فقد الكترون اهو، بص فقد، تفقد الكترون ماشي، وبدل ما عنده 11 بقى عنده كام؟ 10. مين اللي اكتسب الالكترون؟ الكلور اهي، ذره الكلور اكتسبتها، وبدل ما عندها 17 الكترون بقى عندها كام الكترون؟ 18. يبقى الصوديوم فقد والكلور اكتسب. اول ما الصوديوم يفقد والكلور يكتسب، الاتنين بيقربوا من بعض ويلزقوا مع بعض وبيكونوا الرابطه دي. شايف دي كده؟ دي اسمها رابطه ايه؟ ايونيه. يبقى الرابطه الايونيه عباره عن ايه؟ رابطه تنشا نتيجه فقد الكترون واكتساب الكترون. مين بيفقد الالكترون؟ الكاتيون. مين بيكتسب الالكترون؟ الانيون. صعب الكلام ده؟ يتهيألي كده بص احنا شرحناها بافضل شكل ممكن والدنيا سهله وعرفنا ازاي الرابطه الايونيه بتتكون. حلو، تعالى بقى خش معايا على الرابطه الثانيه وهي الرابطه التساهميه. ايه الرابطه التساهميه دي يا مستر احمد؟ صلى على النبي، دي اسهل انواع الروابط. صلى عليه شويه فيك. الرابطه التساهميه هي من اسمها تساهم او تشارك. ازاي؟ صلى على النبي. يعني باجي مثلا يا دكتور بقول لك القلم ده ب 100 جنيه، بس انا معايا 50 جنيه وانت معاك 50 جنيه، فبنعمل ايه؟ اقول لك ما تيجي انا وانت نشتري القلم، انا هدفع 50 وانت ادفع 50 وانا وانت نروح نشتري القلم ده. فالقلم ده بقى بتاع مين؟ بتاعي انا وانت. فاحنا كده عملنا انا وانت رابطه اسمها الرابطه الايه؟ التساهميه. يبقى هي الرابطه التساهميه هي رابطه تنتج من تشارك الالكترونات. فقال لك هي ترابط ينشأ بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد بين ذرتي لعنصرين لا فلزيين مختلفين عن طريق المشاركه بالايه؟ بالالكترونات. يعني مثلا يجي حد زي الاكسجين اهو، ده الاو الاكسجين،
وادي اكسجين. فالاتنين يعملوا ايه؟ ده عنده الكترونات وده عنده ايه؟ الكترونات. فالاتنين يقول لك ايه؟ احنا نعمل حاجه اسمها تشارك. التشارك ده يطلع الكترون وده يطلع الكترون والاتنين يتشاركوا مع بعض، يبقى الاتنين دول بتوعنا احنا الاتنين. خلاص ده اسمها رابطه ايه؟ تساهميه. الرابطه التساهميه بقى تميزها ازاي؟ كلها لفلزات. كلها لفلزات. الفلز لو موجود ايوني، رابطه ايونيه. طب لو كلها لفلزات تبقى اسمها تساهميه. دي حاجه كده اميز لها لك بيها. تعال نخش بقى يا باشمهندس على الحته المهمه جدا، وهي ايه بقى؟ ازاي نكتب الصيغ الكيميائيه. يعني انا مثلا بيجي لي سؤال يا مستر احمد، كنت بتعقد قوي من الحته دي، يقول لي مثلا اكتب ايه؟ بروميد الصوديوم. ايه اكتبها ازاي بقى؟ ان ايه بي ار. طب احط بي ار 2 ولا 3 ولا احطها ازاي؟ كانت من المشاكل اللي بتقابلنا. طب احنا بقى نحل المشاكل دي مع بعض، ولكن المشاكل دي عشان تتحل لازم يا محترم نحفظ حاجه اسمها التكافؤات. يعني التكافؤات يعني اعرف كل عنصر لما بيفقد قد ايه، ولما بيكتسب قد ايه. لازم وانا جمعت لك كل العناصر اللي انت محتاجها وهتقابلها في ثالثه اعدادي كلها معاك في الجدول ده. صلى على النبي. ايه بقى اول حاجه؟ الكاتيونات. ايه الكاتيونات؟ دي عباره عن الفلزات اللي لما بتخش في تفاعل بتفقد الكترونات، بتفقد فقد. حلو. مين عندك؟ ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فضه. ودول كلهم ايه يا مستر احمد؟ احادي. يعني ايه احادي؟ لما بيخش بيفقدوا الكترون واحد، يبقى لازم ابقى حافظ اهو. بص عليه موجب واحد موجب واحد موجب واحد. فاهم يعني ايه موجب فقد؟ شاطر. يبقى عندك ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم وايه؟ والفضه احادي. احفظهم؟ احفظهم. ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فضه، احادي. وطبعا احنا اتفقنا مع بعض من شويه لازم نكون حافظين الرموز بتاعتهم. حلو. تعالى بقى على الثنائي. مين عندنا في الثنائي؟ مغنيسيوم، كالسيوم، خرسيم، باريوم. كل دول ايه؟ ثنائي. يا مستر احمد لازم اكون حافظهم؟ والله لازم اكون حافظهم. طيب اللي بعده عندك مين؟ ثلاثي واحد بس. الثلاثي مين؟ الالومنيوم ال ثلاثي. يبقى احنا كده حافظين ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فضه احادي، مغنيسيوم، كالسيوم، خرسيم، باريوم ثنائي، الومنيوم ثلاثي. حلو. تعال نخش على اللافلزات. في حاجه عندنا اسمها المجموعات، بس تعال نخش على اللافلزات الاول. اللافلزات تكتسب يبقى اسمها ايه؟ انيونات. شاطر. عندك مين؟ فلوريد، كلوريد، بروميد، يوديد. فلوريد، كلوريد، بروميد، يوديد. دول كلهم ايه؟ احادي. احادي. كل دول احادي. يبقى فلوريد، كلوريد، بروميد، يوديد، احادي. عندنا بقى مين يا باشا؟ كلمه اكسيد اللي هو الاكسجين يعني. ده ايه؟ ثنائي. والكبريتيد ثنائي. مستر احمد هو احنا ليه بنحط ايد؟ كلمه ايد دي معناها انه فقد خلاص كده. يعني كلور ما فقدش، كلوريد فقد. فهمت الفكره؟ وهكذا نحط مقطع يهدال. يبقى انت المفروض تبقى حافظ كده. يبقى مين عندك احادي في الانيونات اللافلزات؟ فلوريد، كلوريد، بروميد، يوديد. مين ثنائي؟ اكسيد كبريت اللي هو اكسيد كبريتيد. حلو. خش بقى على حاجه اسمها المجموعات. ايه المجموعات دول بقى؟ دول شله صحاب قالوا احنا هنشتغل مع بعض. شله مع بعض، مش لواحد لوحده، لا احنا شله مع بعض. نخش تفاعل نخش مع بعض، نخرج من التفاعل نخرج مع بعض. مين بقى دول؟ المجموعات الذريه الموجبه والمجموعات الذريه السالبه. كلمه مجموعات ذريه موجبه يعني بتفقد، مجموعات ذريه سالبه تكتسب. احنا قلنا فقد موجب، اكتساب سالب. بالظبط. تعال نشوف المجموعات الذريه الموجبه. مفيش غير واحد بس، الامونيوم NH4. لازم اكون حافظ الرمز NH4. هتقول لي يعني نيتروجين وهيدروجين حيوان انت مش عايز يا عم، بس هديك على امونيوم شله تقولها مع بعض NH4. ما تفصلش تقول لي نيتروجين و4H. NH4 كلهم بيشتغلوا مع بعض، يعني هم بيتحركوا مع بعض. مع بعض اسمهم مجموعه الامونيوم. تعالى بقى المجموعات السالبه. ايه ده يا مستر احمد؟ يعني مفيش غير مجموعه واحده بس موجبه؟ والباقيين سوالب.
المجموعات الذريه السالبه عندك مين؟ هيدروكسيد او اتش احادي، نترات NO3 احادي، نيتريت NO2 احادي. فخلي بالك بقى، يبقى لما اجي اقول لك كلمه نترات NO3 نيتريت NO2 يبقى لازم اركز نترات ولا نيتريت، لازم اركز في دي. يبقى النترات ايه؟ احادي، والنيتريت احادي، بس النترات NO3 والنيتريت NO2. بعد كده عندنا البيكربونات HCO3 وكل دول احادي، بيخش يكتسبوا الكترون يعني. خش بقى على الثنائي، كربونات CO3، كبريتات SO4، كبريتيت SO3. خلي بالك بقى، بص عشان هو هيلخبطك. بص قال لك هنا كبريتيد ايد اس، كبريتات ات SO4، كبريتيت SO3. دول ثنائي. اخر واحد فوسفات BO4 وده ثلاثي. يبقى لازم اكون حافظهم، ايوه لازم احفظهم زي اسمي. عايزك بقى تعمل حاجه حلوه، ايه هي؟ توقف الفيديو دلوقتي ما تكملش وتحفظ دول الاول، اقعد كده واحفظهم، بعد كده شغل الفيديو وكمل معايا. لو عملت كده اللي جاي اللي هقوله دلوقتي هيبقى بالنسبه لك بص سكر، تحفه وسهل جدا جدا. قشطه. طب حاسس انك تعبت، خلاص وقف الفيديو، خش ريح شويه كده رباعيه ولا حاجه، وتعالى احفظ وكمل الفيديو. افضل ليك بنسبه 99% انك تحفظ دول وتكمل معايا الفيديو. قشطه قشطه. دلوقتي بقى احنا هنخش عليها يا باشمهندس كتابه الصيغ الكيميائية. الصيغ الكيميائية اللي عندنا يا دكتور نوعين. صل على النبي. ايه النوعين دول يا مستر احمد؟ تعالى اما اقول لك. اول حاجة في الصيغ مركبات آيونية، وفي مركبات تساهمية. هنبدأ مع بعض بمين؟ أول حاجة المركبات الأيونية. صلي على النبي وركز معايا. جاهز؟ يلا بينا. المركبات الأيونية بشتغل إزاي؟ صلي على النبي. أول حاجة هو بيكتب لك بالعربي زي كده مثلا أهو، يقول لك إيه؟ صلي على يشفع فيك. يقول لك كده مثلا كلوريد الصوديوم. اكتب الرمز بتاعها. هكتب الرمز ازاي؟ كالاتي. صلى على النبي. كلوريد صوديوم، صح؟ انطق بالعكس، صوديوم كلوريد، دي اول خطوه. هنطق بالعكس. يبقى هو قال لك ايه؟ اكتب كلوريد الصوديوم ده، اكتب رموز كيميائيه. اعمل ايه؟ انطق العكس، صوديوم كلوريد. حلو. بعد كده اكتب الرمز صوديوم Na والكلور Cl. اول خطوه. طيب الخطوه الاخيره بقى، حط التكافؤات بشكل صغير فوق كل واحد فيهم. الصوديوم ايه؟ احادي. احادي. والكلور احادي. لما تلاقيهم زي بعض ما تعملش حاجه، امسح. انا كده خلصت. فهمت؟ مش قوي. مثال كمان، اكتب معايا مثلا فلوريد المغنيسيوم اهو. يلا اكتبه. هعمل ايه؟ سهله. فلوريد مغنيسيوم، انطق بالعكس، مغنيسيوم فلوريد. اكتب رمز مغنيسيوم Mg. فلور
ام جي فلور اف. بعد كده اكتب التكافؤ. المغنيسيوم احادي، والفلور انا اسف المغنيسيوم ثنائي. قلنا لازم نحفظ قبل ما اجي اللي هي التكافؤات. احنا قلنا المغنيسيوم والكالسيوم وكان معانا والخرسين، كان دول ايه في الثنائي. يبقى مغنيسيوم ثنائي والفلوريد احادي. بعمل ايه بعد كده بقى؟ بروح ابدل. ابدل ازاي؟ شايف الاتنين دي مش بتاعت المغنيسيوم؟ حطها للفلور. والواحد دي مش بتاعت الفلور؟ حطها للمغنيسيوم. وعامة الواحد ما بيتكتبش اصلا. فبقى التاني الرمز بقى عبارة عن ايه؟ بقى كده بص، ام جي اف 2. وصلت؟ يبقى بعد ما بكتب التكافؤات ببدلها. المغنيسيوم تكافؤه ثنائي بحطها للفلور، والفلور احادي اروح احطها لمين؟ للمغنيسيوم. طب مثال كمان يا مستر احمد، تعالى بص معايا. ناخد مين مثلا اهو؟ كبريتيد كبريتيد الالومنيوم. كبريتيد الالومنيوم. بصراحه قال لي رموز بالعكس. يلا بينا. الومنيوم ال، والكبريتيد اس. شاطر. مستر احمد قال لي بعد كده بعمل ايه؟ ممتاز. اكتب التكافؤ تحت كده بخط صغنون او في دماغي عادي، ممكن يكون في دماغك. الالومنيوم ثلاثي والكبريتيد مش حفظت؟ ممتاز. ثنائي. مستر احمد بعد كده اروح اعمل ايه؟ ابدل. ابدل ازاي؟ الثلاثه دي بتاعت الالومنيوم احطها لمين؟ للكبريت. والاثنين دي بتاعت مين؟ بتاعت الكبريت احطها لمين؟ للالومنيوم. فالصيغه بقت عباره عن ايه؟ ال 2 اس 3. ده اسمه كبريتيد الايه؟ الالومنيوم. مستر احمد ممكن امثله تاني؟ يلا بينا، انا معاك يا عم اهو. يلا نروح فين؟ يلا بينا. امثله تاني. صلى على النبي. ناخد مثلا ايه؟ ناخد اللهم صل على سيدنا محمد. تعال ناخد اكسيد الصوديوم. يلا اشتغل ازاي؟ بصراحه متقال لي اكتب الرمز. يبقى اكسيد صوديوم، صوديوم اكسيد، صوديوم ان ايه، والاكسيد او. حلو. مستر احمد قال لي بعد كده التكافؤات ممكن اكتبها تحت او احطها في دماغي وببدل. الصوديوم احادي بدلها بقى احطها لهنا. الاكسجين ثنائي انا حفظتها ثنائي، بدل حطها لمين؟ للصوديوم. فبقى الرمز عباره عن ايه؟ Na2O1. والواحد كده كده اصلا ايه؟ ما بيتكتبش، ممكن نشيله. وصلت؟ واحد كمان مثلا. تعالى. مين؟ نترات المغنيسيوم. نترات المغنيسيوم. يلا اكتب يا مستر احمد. مغنيسيوم Mg، والنترات NO3. هم كلهم شله مع بعضيهم، صح ولا غلط؟ صح. يلا بينا. المغنيسيوم ثنائي 2، صح؟ بحطها له ولا احطها اللي جنبه؟ اللي جنبه. ببدل. طب احط الاثنين فين؟ احطها جنب الثلاثه؟ لا كده غلط. طب اعمل ايه يا مستر احمد لما الاقي مجموعات ذريه؟ المجموعات اللي قلنا نحفظها زي الهيدروكسيد والنترات والنيتريت والبيكربونات والكربونات والكبريتات والكبريتيت والفوسفات والامونيوم. شفت المجموعات اللي انا قلتها كلها دي اللي قلنا نحفظها؟ دول لو خدت منهم 2 او 3 او 4 احطهم في اقواس. هعمل كده قوس، والاثنين بتاعت المغنيسيوم دي اروح احطها بره كده هنا عند القوس كده 2. وصلت. طب النترات احادي، يعني احط الواحد للمغنيسيوم وكده كده الواحد بايه؟ ما بيتكتبش. صعب الكلام ده؟ لا. كمان مثال. تعال ناخد كمان مثال. عندنا مثلا زي مين؟ صلى على النبي. تعالى ناخد مثلا فلوريد
بلاش، تعال ناخد حاجه على المجموعات. تعال هيدروكسيد هيدروكسيد، ناخد مثلا هيدروكسيد ايه؟ الكالسيوم. يلا الكالسيوم شاطر، سي اي. سي اي ده الكالسيوم، والهيدروكسيد او اتش. الصراحه احمد انت لسه قايل لي لو خدت من الاو اتش دي 2 او 3 لازم اعملها في اقواس، اقول لك شاطر. يلا تكافؤ الكالسيوم، الكالسيوم الثنائي احط له ولا احط لها اللي جنبه؟ اللي جنبه. طب دي مجموعه يبقى اروح اعمل اقواس واحط لها الاثنين. بتاعت مين اصلا الاثنين دي؟ بتاعت الكالسيوم. طب الهيدروكسيد مستر احمد قال لي احفظها دي احادي، فاحط الواحد ايه للكالسيوم. قلنا ايه التكافؤات ببدلها، يعني انا لو ثنائي هديك انت الاثنين، وانت لو ثلاثي هاخد منك الثلاثه، وهكذا. اهو كالسيوم ثنائي اديتها للاو اتش، طب الهيدروكسيد احادي اديتها للكالسيوم، وهكذا. مش مع اللي بعده. ناخد واحده كمان، تعالى ناخد مثلا ايه؟ فوسفات الصوديوم. يلا الصوديوم ان ايه؟ فوسفات بي او 4. حلو، يلا هنبدل التكافؤات. الصوديوم احادي فالمفروض احدي للفوسفات واحد، الواحد ما بيكتبش ملوش لازمه. الفوسفات ثلاثي انا حفظتها، فالمفروض احط للصوديوم كام؟ 3 بالشكل ده، فبقى Na3PO4. دي طريقه يا شباب كتابه الصيغ الكيميائيه. ده كده لمين؟ للمركبات الايونيه. بعرف ازاي المركبات الايونيه؟ دايما فيها فلز. بص كده، فلز فلز. بص كده، حتى لو نزلت في اللي احنا اشتغلنا عليه اهو، مغنيسيوم فلز، ألمونيوم فلز، صوديوم فلز، دايما بيكون فيها ايه؟ الفلزات. تعالى بقى لصيغ المركبات التساهمية. صيغ المركبات التساهمية. ازاي بكتب المركبات التساهمية اللي هي كلها لا فلزات؟ سهلة جدا، اللي بيكتبه لك اكتبه بس بالعكس. مش فاهم حاجة. تعال نشوف مثلا زي ثاني اكسيد الكربون اهو. الاكسيد لا فلز والكربون لا فلز، ما احنا قلنا نحفظ الفلزات ولا فلزات لان انا كاتبهم لك. حلو، اعمل ايه؟ اهو ثاني اكسيد الكربون، بعمل ايه؟ اللي هو قال لك عليه بكتبه بالعكس. ازاي يعني؟ بص، ثاني اكسيد كربون، فاعمل ايه؟ كربون اكسيد ثاني. بس كده؟ اه والله بس كده. مثال تاني مثلا اهو، خامس مثلا فلوريد الفوسفور. شفت يا باشا اهو، واحده في الجون اهي. خامس فلوريد فوسفور، اعمل ايه؟ فوسفور فلوريد خامس. بس كده؟ بس كده. يبقى انا عملت ايه؟ كتبت الصيغ بالعكس بالرموز بتاعتها واللي قال عليها. بس كده؟ بس كده يا باشمهندس. وبكده يبقى احنا بفضل الله تعالى وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا النهارده. دي المحاضره الاولى في الكورس التاسيسي. في محاضره كمان هتنزل لك ان شاء الله اللي هي ازاي تكتب المعادله الكيميائيه وازاي توزنها وازاي تحط الحالات الفيزيائيه في المعادله الكيميائيه. فلو عايز توصل معانا ان شاء الله للاحتراف في جزء الكيمياء، ما تنساش تشترك في القناه وتبعت الفيديو ده لكل زمايلك ولينك القناه لزمايلك عشان الكل يستفاد. وبفكرك ان انت ممكن تشترك معانا على المنصه لو انت حابب تكون معانا بمبلغ زهيد جدا. ولكن انا بقول لك اهو، الشرح بتاع منهج العلوم كله هيكون مجاني باذن الله تعالى لليوتيوب لوجه الله سبحانه وتعالى. كان معاك اخوكم مستر احمد عاطف، اشوفك ان شاء الله في المحاضره القادمه على خير، في امان الله. السلام عليكم.